حكاية نجيب الريحاني، الضحك الذي أخفى دموعا. كلنا نعرفه كملك الكوميديا، لكن قليل يعرفوا إن وراء الضحكة دي كان في حكاية مليانة ألم ووجع. دي قصة نجيب الريحاني. سنة 1889 في حي الفجالة بالقاهرة ولد طفل لأب عراقي وأم مصرية. كان شاطر في المدرسة، لكن شغفه بالفن خلاه يترك كل حاجة ويدور على فرصة للتمثيل. بدأ حياته الفنية بمحاولات فاشلة، لكنه لقى طريقه لما أسس فرقة مسرحية مع بديع خيري. العروض الكوميدية اللي قدموها خلت الناس تتجمع بالمئات علشان تشوف كشكش بيه، الشخصية اللي خلدت اسمه. وقع في حب ممثلة فرنسية وتزوجها، لكن العلاقة انتهت بالخيانة والانفصال، وده أثر فيه جدا. من بعدها بقى يحب يشوزن وراء الضحك على المسرح. دخل السينما في أفلام زي غزل البنات اللي كان آخر ظهور له قبل وفاته عام 1949 في ظروف غامضة بعد إصابته بتيفويد حاد، ومات وهو على قمة مجده. نجيب الريحاني، الضحكة اللي عمرها ما بتموت حتى لو صاحبها رحل. لو المحتوى عجبك، متابعة واحدة منك تفرق معانا كتير. قناة نادي الزمن الجميل، تابعونا.